يا اهلا وسهلا على احلى اخوات. النهارده بقى يا جماعه هنعمل بقى ايه؟ يعني النهارده بقى غدا مش عادي، هنعمل بقى محشي. محشي بقى كرنب وبتنجان وفلفل وكوسه. وعملنا بقى تسبيكه المحشي بقى بطريقه حلوه جدا وهتعجبكم جدا، هتجيب لاخر الشارع. وكمان هنحشي بقى الكرنب بطريقه سهله وبسيطه هتخليكي تنجزي بسرعه. بتمنى الغدا بتاعت النهارده تعجبكم. طبعا المحشي مفيش حد ما بيحبوش، كلنا بنحب المحشي جدا. وبتمنى منكم بقى ان انتوا كده تعملوا لي لايك، ويا سلام بقى لو اشتراك يبقى كتر خيركم قوي. وهنصلي اول حاجه بقى كده، هنبدا ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي بقى انا خرجت كام بصلايه حلوين جدا. طبعا البصل يبقى حلو قوي لو كتير بيدي طعم حلو قوي للتسبيكه. انا مش بحمره قوي يا جماعه، انا يعني دوب ايه اول ما بيخش في الصفار كده ببدا احط له بحبه توابل محشي وحبه فلفل اسود. تمام، مش كتير. وبحط له بقى خضره، انا بحط له شبت وكزبره بس. تمام. وبديهم تشويحه مع بعض كده في قلب البصله، بس يا دوب تصفر، انا مش بخليها تحمر قوي عشان ما يبقاش الصلصه بتاعته تقيله يعني. تمام. وبديها بقى وبسقط عليها الطماطم المعصوره وبسيبه بقى ياخد ودي مع نفسه. هنا بقى كنت حاطه ميه على البوتاجاز وحاطه فيها ميه ملح وكمون غليت، فطبعا انا بحط كرنبايه بحالها كده عشان ما تتهريش مني. تتسرق اول ما بتاخد غلوه من ناحيتي بقلبها على الناحيه التانية وابدا اطلع ورقه ورقه، بس خلي بالك عشان بتبقى سخنه. تمام. بالطريقه دي سهله ومش هياخد معاكي وقت خالص. انا دلوقتي خلاص سلقتها بفصاصة واحدة واحدة. والله بجد التسبيكة بالطريقة دي حلوة جدا هتعجبك. وكمان الكرنب هنحشيه بطريقة سهلة أو بسيطة، وفي ثواني هتكوني حشية المحشي. تمام. انا مش بقطع كمان الورق، هو زي ما هو كده. هنا بقى ده الرز، بحط عليه بصلاية واحدة ماجي، تاكليشة محشي بجد تحفة، وحبة ملح، وبحط عليهم حبة توابل محشي. تمام. وبفرك كل ده بقى في قلب بعضه، بخلي الرز كده ياخد من تطعيمة التوابل والبصلة، بيبقى طعمه حلو اوي. بحط عليه شوية الخضرة الباقيين وبخلطهم كلهم مع بعض بالشكل ده قبل ما انزلهم على التسبيكة. خلاص بقى كده التسبيكة بتاعت المحشي بتاعتنا استوت. بنزل بقى عليها بالرز اللي احنا كنا عاملينه ده الخلطة، وهنقلب بقى الخلطة كلها في بعضها. تاكلي حبة محشي حلوين جدا، خفاف جدا على المعدة، مش هتحسيه تقيل لان احنا مش محمرين البصل اوي. طبعا بظبط الملح بتاعته بالشكل ده. طبعا حطيت انا في الحله من تحت كده حبه ورق وحبه خضره. دلوقتي من غير ما نقطع الكرنب ولا اي الورق بتاعه زي ما هو كده، هنلف 3 صوابع. بصي في ثواني هنحط حبه رز بالشكل ده كده، وهنلف الورقه بالشكل ده كده. تمام. لحد ما ايه نوصل للحجم ده، بنقطعه بالسكينه وبنقطعه على 3 صوابع. في لحظه، بصي في لحظات هتلاقي نفسك حشيتي حله المحشي من غير ما ياخد اي وقت ولا اي مجهود. طبعا احنا عارفين احنا كلنا بنعشق المحشي، بس بيبقى تقيل علينا قوي في عمايله. تمام. لكن احنا على قد ما نقدر بنسهل على نفسينا. اهو عملنا كمان مرة تاني. والله بيبقى ولا بتقطعي ورق ولا اي حاجة، انت بتلفي بالطريقة دي وبتقطعي على حسب الحجم الصباع اللي انت عايزاه، بس الصباع ده بيبقى مناسب جدا وحلو. وكمان تمام. دلوقتي بقى هنعمل الشوربه بتاعه المحشي. دي شوربه يا جماعه، أو ممكن تعمليها بميه عادي. حطيت عليها بقى، طبعا انا بشيل حبه صلصه كده من التسبيكه بتاعتي عشان احطها في الشوربه بتاعته. وبحط بقى واحده ماجي وحبه توابل وحبه صلصه، وبحيق طبعا الشوربه بتاعتنا كده، وبتسيبها تخليها تغلي كويس. وبعد كده هسيب بقى المحشي بتاعنا بالشكل ده. بصي والله العظيم طريقه ان انت تلفي بقى الكرنب بالطريقه دي سهله قوي وبسيطه، مش بتاخد منك وقت خالص. طبعا احنا بنسقي المحشي بالشكل ده، مش بنغطي، يا دوب يعني قبل الصف الاخير كده بحاجات بسيطه. وبنحطه بقى ايه على البوتاجاز طبعا يغلي، واول ما يبدا يتشرب كده بروح مطيه عليه، بعمله معامله الرز. طبعا ده انا حشيت طبعا بتنجان وفلفل. حطيت في الحله دي بقى بتنجان وفلفل كده. تمام. برضو هنسقيها، بسقيها نص الحله بس. بس اهم حاجه ان انا ببقى موزعه الشوربه في كل اتجاهات المحشي بتاعتي. وبرضو هحطها على البوتاجاز تغلي كده. اول ما تبدا تتشرب برضو وطي عليها. دلوقتي انا بقى حطيت الكوسه في صينيه وحطيت معاها حبه فلفل، بديها برضو على البوتاجاز غلوتين. اول ما بتقرب تستوي بروح حطاها بقى في الفرن. بتاخد وش حلو قوي يا جماعه، والله جربيها بتبقى جميله جدا. تمام.